بسم الله والصلاة على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. شوفوا معي اليوم بدي أقدم لكم الأكلة هاي في أقل من 4 دقائق. أكلة شهية ولذيذة ورح يحبوها الصغار والكبار، وممكن تنفع أكلة للي بيعملوا دايت. عندي هون 2 كيلو من صدور الدجاج المخلية منظفة وجاهزة، وعندي حبة من البطاطس، يعني حبة كبيرة أو حبتين، وعندي حبات من الليمون. طبعا عصرت كمية الليمون وتبلت فيها الدجاج، وكمية حلوة من الثوم والبصل. زي ما انتم شايفين حطيتها في وعاء. الوعاء هذا شرط الوعاء يكون سميك شوي عشان ما تلتصق فيه المواد، لاني انا مش رح اضيف ولا كمية من السائل لهاي الاكلة. هي صدور الدجاج المشوية بالفرن مع الخضار. ممكن تضيفي حبات من الفلفل أو الفليفلة، هذا حسب الرغبة. وممكن تاكلوها بالرز، وممكن تاكلوها بالخبز، وممكن تنعمل سندويشات. ممكن ينعمل جنبها رز بشعرية أو رز بسمتي وتتاكل. ممكن تتغمس غماس. بالنتيجة بتكون عندي صينية من صدور الدجاج محمرة ومشوية بنكهة رائعة. طبعا نظفتها وعصرت عليها الليمون، وأضفت لها بهارات المسالة. البهارات حسب الرغبة، ممكن تضيفي الأريجانو. وبنحطها في وعاء زي ما انتم شايفين سميك، وبنحط على الوجه طبقة من ورق الزبدة. ما عندك يا صبية ورق زبدة ما في مشكلة عندك، ممكن تستخدمي أي ورق موجود عندك، بس تدهنيه بقليل من الزيت أو الزبدة. بتغلفي فيها وجه الأكلة، وبعديها بتضيفي لها ورق الفويل طبقة سميكة، وبتحطيها بالفرن، وبتكون عندك نتيجة رائعة لما تفتحي عليها. شوفوا هاي النتيجة. أكلة شهية جدا، رح يحبوها جميع أفراد الأسرة، حتى اللي بيعملوا دايت وبيخسسوا وبينزلوا وزنهم ممكن ياخدوا قطع صدور الدجاج بدون أي صوص. طبعا احنا اضفنا لها قليل من زيت الزيتون. ممكن ياخدوا قطع الدجاج هاي وياكلوها مع صحن سلطة، بتكون طبق صحي ومتكامل للي بيعملوا دايت. والبقية ممكن ياكلوها مع الرز او الخبز او تنعمل سندويشات. شو رأيكم في هاي الأكلة؟ بسيطة وسهلة وسريعة، وممكن تنعمل في أقل وقت. ممكن مش رح تاخد معاكي أكثر من 40 دقيقة في الفرن بعد التغليف. هاي هي أكلتي، بتمنى تعجبكم. أكلة صحية وشهية ولذيذة وسريعة. أنا قناتي روح وريحان بقدم لكم الأكلات الجميلة والبسيطة والأكلات الفخمة كمان. شوفوا قناتي، بتمنى تعجبكم. فيها أكلات كثير بتنفع للعزايم، وبتنفع للأكل العادي اليومي في البيت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.